بين صحفية جزائرية وعمر هلال في قناة BBC. لقد أعجبتني الصحفية وأسئلة الصحفية بالأحرى حتى لا ندخل في متاهات. أول سؤال، الصحفية سألت عمر هلال: هل تعمدت إخفاء علم الجزائر لتلتقط صورة مع علم أمريكا؟ السؤال في حد ذاته صفعة، والإجابة أعجبتني. قال لها: لم أتعمد ذلك، وعلم الجزائر على رأسي، واضعا يده على رأسي حتى كل شيء بالفيديو. هذا يعتبر صفعة لمملكة بوسبير التي قالت الكثير في هذه في تلك اللحظة التي غطى بها هذا المسؤول الكبير في مملكة بوسبير علم الجزائر بعلم أمريكا. يا جماعة، المغرب لا يملكون رجال للمواجهة، يعرفون فن واحد وهو فن الخداع والتآمر على الجزائر. أما السؤال الثاني، قالت له: بما أن الصحراء الغربية أراضي مغربية، لماذا تتفاوضون عليها؟ بلع لسانه لوهلة، وبعد ذلك قال لها: لحسن الجوار مع الجزائر. ما دخل حسن الجوار مع الجزائر في أراضيك التي ضاعت؟ المهم، تخيلوا يا جماعة لو أتت دولة أخرى وأخذت صحراء الجزائر. أنا كجزائري سأعطي اهتمام لحسن الجوار مع مملكة الحشيش وأتفاوض على الصحراء الجزائرية. والله العظيم سأجعل عليها دانيها، حتى لو كانت من أخذت الصحراء الجزائرية فلسطين في حد ذاتها، الشعب الفلسطيني في حد ذاته، لأنه القضية ليست قضية من أخذ ومن، القضية قضية شرف. الأرض شرف بالنسبة للإنسان، ونحن لسنا بالشعب الذي يتم احتلاله أو إخراجه من أراضي بمكبرات الصوت. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، بين شعب له شرف وقيمة ثابتة، وشعب تم استعباده. وتحياتنا لإخوتنا الفلسطينيين.